أعزائي الهابين، أهلا بيكم في فيديو جديد من هبد المرتدة. الزمالك وطلائع الجيش والتشكيل المتوقع وأبرز الغيابات وإحصائيات أو تاريخ مواجهات الفريقين، كل ده هنعرفه في الفيديو ده. أتمنى تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس. يلا بينا نخش على الخلاصة. الخلاصة جروس وبسيوني، هنشوف مين هيتفوق على مين. تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش هي بتقول ان الاغلبيه للزمالك، طبعا 39 لقاء الزمالك تغلب فيهم في 22 لقاء وسجل 72 هدف في مرمى طلائع الجيش. يعني الاغلبيه العظمى للزمالك، واي حد يعني لو سالت اي واحد ماشي في الشارع كده توقعاتك لمباراه الزمالك وطلائع الجيش هيقول لك الزمالك هيكسب. فالكوره بس الكوره ملهاش كبير، يعني الكوره ما فيهاش فلان اللي هيكسب، لا ممكن اضع زي ما شفنا قبل كده فرق صغيره جدا ما سمعناش عنها بتخرج الزمالك من الكاس، بتخرج الاهلي من الكاس، بتخرج الاسماعيلي المصري، بتخرج فرق كبيره من الكاس. لذلك كل ماتش لازم تعمل له حساب، لازم زي ما بيقولوا كده تحترم الخصم بس مش زياده عن اللزوم. التشكيل المتوقع النهارده او طريقه اللعب، الاول نقول طريقه اللعب اللي هيلعب بيها الزمالك النهارده هي هتكون 4-3-3. ومين هيعوض غياب دونجا؟ دونجا طبعا هو مسمار خط النص، يعني هو اللي ماسك كل حاجه، هو اللي بيوصل لك الهجمه، هو اللي بيستلم من تحت، هو اللي بيقطع، هو اللي بيعمل. يعني نبيل عماد دونجا هو كل حاجه في خط نص الزمالك، لان احنا ما عرفناش نعوض مثلا طارق حامد لحد دلوقتي. لكن دونجا بيعمل اللي عليه الصراحه، وجات عليه فترات عالي مستواه قوي، جات عليه فترات بدا يعمل شعره مش عارف ايه، بدا مستواه ينزل شويه، ولكن يبقى دونجا هو مسمار الزمالك في النص. لكن هنشوف النهارده جروس، يعني الطريقه الاقرب ان هو هيلعب 4-3-3. طبعا محمد عواد حارس مرمى، هيلعب فتوح ناحيه الشمال وعمر جابر ناحيه اليمين، وقدام واثنين في قلب الدفاع الونش وحسام عبد المجيد. قدامهم هيبقى الثلاثه اتوقع يعني، ومفيش غيرهم، يعني عبد الله السعيد ومحمد شحاته وزيزو هيبقى معاهم في نص الملعب. الثلاثه اللي قدام هيبقى مصطفى شلبي وميشالاك والجزيري. هي الطريقه على الورق، يعني لو بصيت لها هتقول 4-3-3، بس هي مش 4-3-3، هي هتبقى 4-1-4-1. يعني هي دي اللي انا شايفها يعني بنسبه 90%. الاربعه اللي ورا ثابتين زي ما شفنا الماتش اللي فات، هو كان موقف فتوح وموقف عمر جابر، وقدامهم كان دونجا، بس دلوقتي اللي هيلعب قدامهم هو محمد شحاته. الاربعه اللي قدام محمد شحاته هيبقى زيزو زيزو و عبد الله السعيد وميشالاك ومصطفى شلبي، وراس حربه وحيد هو سيف الدين الجزيري. اتمنى الزمالك يكسب النهارده، واتوقع الزمالك يكسب النهارده، واتمنى الزمالك يعمل ماتش حلو. وطبعا جروس بيبحث عن الفوز الاول ليه، يعني جروس عايز يثبت بقى، يعتمد اوراق او يمضي اوراق اعتماده من الجمهور النهارده، لان الجمهور لسه مش واثق، لان هو غير طريقه اللعب. احنا قبل جروس كان اللي بيبدا هجماتنا كلها هو كان فتوح، هو فتوح كان بيلعب باك يمين باك شمال ولكن هو اللي كان بينزل في نص الملعب، هو اللي كان بيستلم وهو اللي كان بيوزع، لان فتوح بيتميز بالكور الطويله، يعني بيلعب لك كوره طويله بتيجي على رجلك بالظبط، زي ما شفنا في ماتش بلاك بولز. الجون الاول فتوح هو اللي عمله، الانفراد فتوح هو اللي عمله، الكره الطويله اللي كانت الجزيري بفتوح، لحد ما فتوح اتمسك. يعني فتوح طول ما هو اللي بينزل يستلم من الاثنين قلب الدفاع، وهو اللي يبدا الهجمه، كان بيبقى فيه خطوره كبيره جدا. ليه؟ لان احنا بيبقى الاثنين في نص الملعب دول بيزيدوا، دونجا بيزيد وده بيزيد، بتريح الاثنين دول، بيبقوا يستنوا المرتده، بس بيستنوا اللي هي الكره الطويله اللي هترتد عليهم، فبيستلم، فبنفضل تاخدين طول الماتش. فاتمنى ان جروس النهارده يعني ربنا يوفق الزمالك طبعا، وان شاء الله نكسب باذن الله. اتوقع النتيجه ان شاء الله 3-1 للزمالك. هي دي الخلاصه، ومش عارف يعني، مش عايز اطول عليكم، لكن هي دي الخلاصه يا صاحبي، وان شاء الله نتقابل بعد الماتش، وسلام.